عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. الفكرة من العيادة معانا بتقول: أنا عارفة إن مش واجب على زوجة الابن خدمة حماتها، لكن زوجة الابن قاعدة عند حماتها كل يوم، مش المفروض تساعد في تحضير الأكل لأنها تاكل منه، بعد الأكل تدخل الأطباق في حوض المطبخ، والمفروض أنا اللي أشتغل خدامة عند مرات ابن، أحضر الأكل وأغرف الأطباق وأرصها على السفرة، وبعد الاكل ادخل الاطباق وامسح على السفره والكلام ده في الثلاث وجبات، ما تقومش حد تعمل شاي. هو ده الصح ولا الجيل ده حافظ مش فاهم؟ وهل الصح ان وهي ماشيه تسيب لي الغرفه اللي كانت قاعده فيها متبهدله، حتى كوبايات الشاي اللي كنت بعملها في الكام يوم وادخلها لها لحد عندهم ما خزناهم جوه، وانا اللي ابقى اخرجهم بعد ما يمشوا، مع اني مسلماهم الغرفه نظيفه وزي الفل، ولو في طبق في الشارع الاقيه بقاله 3 ايام مركون جوه لحد لما يمشوا، وانا اللي انضف وراها، ما بيهونش عليها تظبط ملاية السرير او تطبق الكوفرته. الكلام ده بيتكرر كل ما يجوا يقعدوا عندي كام يوم. صح ده ولا غلط؟ ولو غلط اعمل ايه؟ عشان جوزي بيقول لي انت خايبه معاه. العلم ابني مضغوط بطريقه مخلياه مش مركز في الحاجات دي، وانا مش مشتكياله، مش هشتكيله، ربنا يعينه ويعين كل الشباب اللي زيي. بالنسبه لحضرتك قلتيه فده يدل ان انت انسانه محترمه وربنا يجزيكي خير، بس للاسف طريقتك غلط وحل المشكله في ايدك والموضوع بسيط. طبعا ابنك ربنا يحفظه لك، انت اكتر واحد تفهميه وادرى حد بيه، فلو انت شايفاه وعارفه ان ابنك دوت من الانسان اللي بيفهم ومتفاهم، فخلاص انت فاهمي له الموضوع، قولوا له يا ابني انا القصه كلها معايا ان انا مش عاجبني تصرف مراتك كذا كذا كذا، تمام، بحيث ان هو يعني يفهمها غلطها بالراحه ويجي الموضوع منه. ده في حاله ان انت متاكده مليون في الميه ان ابنك مثلا مش هيتهور، او ابنك مش عصبي، او ان ابنك مش هيهد الدنيا ويخرب الدنيا ويزعلها ويكروشها والكلام من ده. لا، لو عندك شك انه مثلا هيعمل كده فخلاص بلاش الفكره دي خالص. لا، واثقه مليون في الميه ان هو بيفهم بالراحه وياخد الموضوع بالراحه وهيفهمها بالراحه، فخلاص قولي له في الاول في الاخر، تقولي له ما تقوليش لابنك دوت من خلال ابنك ومعرفتك بيه. لو انت شايف ان ابنك هيعدي الموضوع فخلاص، لا شايف ان الموضوع هيوسع ويحصل مشكله يبقى خلاص ما ينفعش تقولي لابنك. انا شايف ان لازم تغير اسلوبك معاها. يعني على اللي انا فهمته من كلام حضرتك ان هي بتيجي عندك كل فتره وفتره، انا شايف انت لازم تشد عليها وتفهميها بالراحه كده بالاول، ومن الاول قولها انت اللي بتعمليه ده وده غلط، والموضوع ده ما ينفعش ومحدش يقبله. استجابت لكلامك وعرفت غلطها فخلاص الحمد لله مشكله اتحلت. لو ما شافتش غلطها ولا اعترفت بيه فخلاص يبقى انت ما قدامكش حل غير المواجهه. فشايف انت لازم تشد عليها وتفهميها وتقعدي معاها وتقولي يا بنتي ما ينفعش، دي مش لوكاندا ولا انا خدامه عندك، يا بنتي انت اللي عايز تعمليه اعمليه، تمام، بس اعمليه انت، مش هعمل لك حاجه. عايزه تاكلي اعملي اكل لنفسك، اعملي اكل على قدك انت وجوزك، وسيبي لها الاكل في المطبخ يعني غير مستوي، هي تعمل الاكل بنفسها وبمعرفتها، تاكل عيالها وتاكل هي. اما بالنسبه للاوضه اللي بتقعد فيها اكيد يعني هي ليها اوضه معينه بتقعد فيها في الشقه، فاول ما تقوم وتخرج منها تروحي لها وتشيكي عليها، لو شفت فيها اي غلط او انها متبهدله او اي حاجه تمريها امر انها تنظف الحاجه دي وترجعها زي ما كان. الوسط ان يحصل مشكله فصدقيني مش مشكله، يعني تحصل مشكله انت مش غلطان برضه، ما استجابتش فممكن تشوف الاوضه اللي بتقعد فيها على طول لما تيجي اقفليها، ما هي ما دام خلاص هي مش كل الطرق معاها مقفوله وهي مش مقتنعه، فانت ما قدامكيش حل غير المواجهه. في الاخر انا شايف الموضوع عايز منك شويه حكمه وشويه صبر وشويه حزم كمان، ليت الادب وشافه معاها، فما قدامكيش حل غير تعرفي جوزها، بس برضه على قد ما تقدري يعني حاول تسيطري على غضبه ان هو مثلا الموضوع ما يوسعش ويحصل ما لا يحمد عقباه. برضه ما استجابتش كل المحاولات دي فخلاص انا شايف ان انت تمنعها ان تخش بيتك، اصلا مش هينفع انت تعيش في حاله الدم ده، اصلا اللي انتوا ليه دوت ما يرضيش حد، ما فيش حد يقبل حاجه زي كده، وانا واثق ان ابنك لو يسمع ويعرف حاجه زي كده هيبقى ليه رد فعل مش هيكون كويس بالنسبه لمراته يعني، الموضوع ده محدش يقبله، بس وربنا يديلها حالها وشكرا. في النهايه نتمنى تكونوا فكره في حل المشكله وان الحلقه تكون نالت اعجابكم، ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا وهلاقي كل المعلومات تتصل بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه، وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان، وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.